الخطر بيقترب من الاهلي ازاي؟ الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق قال كام تصريح كارثي. ايه هم الكام تصريح دول؟ اعمل لايك للفيديو ده ابو الصحاب وتعالى هقولك على الكام تصريح. قال ان كولر كان مصمم على موديست، وكان مصمم ان موديست يكمل مع الاهلي كمان، وان لجنة التخطيط ملهاش يد في اختيار اللعيبه، وان زائد ان هو كمان ملوش يد في اختيار يوسف ايمن ولا اختيار اشرف داري ولا اختيار كل اللعيبه اللي جت النادي الاهلي، وان كولر عنده فكر مشتت بالنسبه للعيبه، يعني ممكن يبقى موافق على اللاعب ده ويرجع في قراره تاني وما يختارش اللاعب ده. وهنا في خطر قادم على النادي الاهلي. وهنا انت كمان اللعيبه اللي بتجيبها زي عمر الساعي، زي اشرف داري، زي يوسف ايمن، كل دول ما لعبوش مع النادي الاهلي. فهنا في خطر قادم على النادي الاهلي من كولر. واتمنى ابو الصحاب تقول رايك في الموضوع ده، لان انا شايف ان انت كده كلجنه تخطيط ما بتختارش اللعيبه وما بتحطش اللعيبه اللي هتفيد النادي الاهلي. وهنا في خطر على النادي الاهلي من وجهه نظري.